بسم الله توكلت على الله. اليوم جيتكم مقيلة اللي هي اقتصادية، لا في المقادير ولا في الوقت ولا حتى في اليدين، يعني ما كتشدش اليد. ندوزو على بركة الله. عندي البصلة ديالنا اللي هي مشلضة، خاصها تكون بكمية كبيرة. غدا مطيشة مشلضة. عندنا تقطيعات ديال اللحم مشلضين. عندنا توابل، بزار، قرفة، خرق ومعرق، سكينجبير، تحميرة والملحة. وعندي هنايا الربيع مع شوية ديال الثوم. وهنا اختياري انكم ديروا الزيتون والهريسة والحامض المصير. فعلى بركة الله ندوزو لطريقة التحضير. كناخدو التقطيعات ديال اللحم ديالنا، كنديروهم في المقيلة وكنخليهم يتقلاو ويتشحروا شي شويه غير باش يطلقوا لينا النسمه في الزيت. فمن بعد ما حركناهم شويه كندوزو دابا نضيفو البصل ديالنا اللي مشلط، وهي كتبغي البصله بالزايد، فكنديرو البصل ديالنا لان كتجي حلوه فديك البصله فاش كتشحر، بالتالي كتعطيها مذاق حلو واعر. كنديرو البصيله ديالنا وكنضيفو الربيع ديالنا والثوم، وكندوزو دابا باش نضيفو التوابل ديالنا اللي هما الملحه، خرقوم، سكينجبير، ابزار، تحميره وشويه د القرفه. صافي وكنخلطو كلشي. كما كتشوفوا معايا راه العافيه ماشي مجهده، يعني كنخليها كتقلى، اي كنخلط فيها بحال هذا الشكل هذا. وغادي ندوز ان شاء الله باش غادي نسد عليها ونخلي البصل ديالي واللحيمات يطيبوا في الماء ديالهم على مهلهم. كنخليو البصله ديالنا حتى كتهبط باش ندوزو ان شاء الله نضيفو مقادير اخرين. فهنايا كما كتشوفوا عطيتها وقتها، خليتها تشحرات وتقلات وتشربات وطابت. كنزيد ليها دابا مطيشه ديالنا، وغادي نضيف ان شاء الله الحامض المصير والزيتون ديالي مع شويه ديال الهريسه. فهاد الهريسه دا والزيتون كيعطيوها مذاق خاص، ولكن هما اختياريين، ماشي مشكل الا ما كانش الحامض والهريسه والزيتون، فما كاين حتى شي مشكل. كتجي زوينه بلا حامض بلا زيتون بلا حامض مصير. فغادي نخلط ان شاء الله الكل باش ندمج المقادير ديالهم، وغادي نسد عليها ونخليها تطيب كذلك في الماء ديالها. العافيه اللي هي مهيله. فالسر ديالها هو انها كتخليها في الاخر كطيب حتى كتشرب الماء ديالها وكتقلى وكتعسل. ديك الزويته ديالها كتجي واقفه. هذا هو السر ديالها، جربوها. فهي عمليه لا في الايام العاديه ولا في رمضان. كتجي كتحمق كما كتشوفوا ملبيه واقفه، مشحره. السر هو انكم تخليوها في التالي تشحر وتشرب داك الماء ديالها حتى كتبقى واقفه في الزويته. صافي البنات، بالصحه والراحه. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوناش من لايك ومن تعليق، واللي ما مشتركش يشترك. ورمضان مبارك كريم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.